الكيكة دي مع كوباية شاي بلبن على الفطار الصبح، يا سلام عليها، من الآخر ناجحة واقتصادية وهتقدري تعمليها بكل سهولة. هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم بارك وادعوا من قلبك لاخواتنا ربنا ينصرهم يا رب ويتقبل شهدائهم ويشفي مرضاهم. تعالي بينا على طول كده ندخل على الطريقة، بس بفكرك اعملي متابعة او اشتركي في القناة ويلا بينا. اهم حاجة ما تنسيش تكتبي لنا كومنت تحت في التعليقات. هتجيبي الخلاط وتحطي فيه 3 بيضات، ربع معلقة صغيرة من الخل، واهم حاجه بقى ان احنا نولع الفرن قبل ما نجهز اي حاجه من مكونات الكيك. بعد كده هضيف نص كوبايه من الزيت، كوبايتين الا ربع من الحليب، كمان كوبايه وربع من السكر، وكل المكونات بدرجه حراره المطبخ، والكوبايه اللي هتستخدميها في مكون واحد استخدميها بعد كده في باقي المقادير. هنضيف كمان رشه بسيطه من الفانيليا، وهنشغل الخلاط كويس جدا نضرب المكونات دي مع بعض حلو قوي. وبعد كده هتجيبي بوله ومنخل او مصفى سلك عادي ما فيش اي مشكله. هتضيفي كوبايه من دي متعدد الاستخدامات على طول بقى هنا في المنخل، وفوقيهم على طول كوبايتين من دقيق الذرة. دقيق الذرة يا جماعة متوفر جدا في اي هايبر او اي سوبر ماركت. ولو متوفر عندك دقيق ذرة اصفر عادي، دقيق ذرة ابيض عادي، ما فيش اي مشكلة خالص. هضيف كمان كيس بيكنج باودر، يعني ما يعادل معلقة كبيرة. تمام. وهبدأ بقى ان انا انخل الدقيق مع البيكنج باودر كويس جدا، وطبعا ضفنا رشة بسيطة من الملح. مهم جدا طبعا ان احنا ننخل دقيق الذرة. بتحس ان هو تقيل كده في النخل شويه علشان هو بيكون خشن طبعا عن الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات. بس عادي انت لما بتنخلي الدقيق ما شاء الله بتدخلي فيه هوا، فالكيك بيطلع هش وطري معاكي قوي. بعد كده هقلب بقى الخليط السائل على الخليط الجاف اللي في الطبق. لو حسيت ان انا محتاجه شويه دقيق تاني هضيف عادي مفيش اي مشكله، لحد لما احصل على القوام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. ولو حسيتي كمان ان انت محتاجة شوية من الحليب عادي ضيفي. ممكن كمان تستبدلي الحليب بعصير برتقال، هتكون تحفة جدا جدا. معايا بقى الصينية المستطيلة اللي هي الوسط، دهنتها دهنة بسيطة من السمنة، وحطيت بقى فيها الخليط كله بالشكل ده كده. بصوا بقى مفيش اسرع منها والله، عملتها في وقت قياسي، يعني 10 دقايق تجهيزها اصلا ما اخدش. وبعد كده حطيتها في الفرن على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. وانا بقى كنت بعمل وصفة قبلها، فالكيك وشه اتحمر زيادة مني. انت خرجيه فاتح شوية عن كده. هبدأ بقى ان انا اقطعه بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي، بجد ريحته خطيرة. وزي ما قلت لك لو عملتيه بعصير البرتقال كمان هيكون طعمه تحفة جدا. نقطع بقى وهوريكي الكيك من جوه شكله عامل ازاي. ما استنيتش عليه طبعا ان هو يبرد، دايما بحب اوريكم الحاجه بصوا في ساعتها. بصوا بقى الطراوه بتاعته هش قوي. حابه يطلع مرتفع وعالي عن كده هتصغر الصينيه شويه. لكن بالنسبه لي الكيك كده ما شاء الله ممتاز جدا وارتفاعه مناسب. حلو قوي على العشاء او على الفطار. طبعا الشتاء كده بنقعد وننتخ شويه على الكنبه او على السرير متغطين، بنكون محتاجين كل شويه ايه، نحلي ناكل حاجه نشرب حاجه. فدي سهله وسريعه تقدري تعمليها على الفطار او على العشاء. اتمنى طبعا ان حلقتنا النهارده تكون عجبتكم والكيك عجبكم، واستنى في حلقات تانية ان شاء الله، ومع السلامه.